تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. المستمعين متابعين راديو السلام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برامج قضايا إريتريا، الذي نناقش فيه عديد من القضايات متعلقة بشأن الإريتري بكل تفاصيل. في هذا الحلقة نسلط الضوء على أهمية التداخل الاجتماعي بشتى مستوياته في علاقات الاجتماعية بين الأفراد والمجتمع الإريتري، الخلق نسج اجتماعي مترابط يساهم في بناء تعايش الوطن بين المكونات الشعب الإريتري. ونرحب بكم في هذا مناقشة في هذا البرنامج إن شاء الله في داخل الاستوديو معي دكتور حسن سلمان. أرحب بك دكتور حسن، السلام عليكم. كما أرحب بضيف عبر الفيديو كول وعمر طه وأستاذة مريم دنكلاي، إن شاء الله يكونوا معنا في هذا النقاش. دكتور، أولا السلام عليكم بمستمعين الراديو السلام باسم التي في راديو السلام. الله يسلمك. دكتور حسن، ما هي الأساس الشرعية التي يقوم عليها تعايش الوطن بين المكونات المختلف، وكذلك يعني كما تعرف الشعب الإريتري مكونات عديدة ومكونات والأفكار جديدة والأفكار يعني مثلا في عندنا علمانيين أفكار كثيرة، يعني أو نقول يعني مجتمع مسيحي والمسلم، تداخل اجتماعي. وكيف يكون تعايش بين هذا في الدولة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هو حقيقة الإنسان لا تأتيه المشكلات والعدوان إلا من ظلمه وجهله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكل الشرور التي تقع على الأرض وتقع ما بين الإنسان والإنسان هي إما من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وإما من جهل الإنسان بعواقب الأمور. ولكن لو نظر الإنسان بعدل وحكمة وعلم إلى مراد الله تبارك وتعالى من وجود الإنسان على وجه هذه الأرض، وتعامل كذلك مع الهدي القرآني أو مع هدي الرسالات بشكل عام، فإن الأمر يختلف تماما عن الصورة على الأقل التي هي سائدة في واقعنا المعاصر. وكما تفضلت، يعني هنالك تباين، خاصة دعنا نقول بأنه في إطار الدولة على الأقل القطرية الراهنة هنالك جغرافيا محددة يلزم على الأقل القانون الدولي بأن والله من يسكنون هذه الأرض فهم شركاء فيها. هذه وحتى لو جئنا إلى الرسالات، فإن من يقطنون أرضا معينة بطبيعة الحال تتشكل بينهم أواصر قربة، وتتشكل بينهم أواصر لسان، تتشكل بينهم أواصر اجتماعيات ومصاهرة، تتشكل بينهم عوامل دينية، يظل بينهم عوامل الدين، تتشكل بينهم كذلك عوامل على الأقل السكن المشترك. فلو نظرنا إلى الأمر من ناحية دينية أو نظرنا إليه من ناحية وطنية، فستلاحظ بأن هنالك ما يجعل الناس لا بد أن يكونوا واحد من اثنين: إما أن تسول حالة الحرب بينهم، وهذه بطبيعة الحال تمنعهم من الاستفادة من خيرات بلادهم، وتمنعهم من النهضة، وتمنعهم من التطور، وتمنعهم من على الأقل الاستخلاف الذي أمر الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان مستخلف في الأرض. أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان قال: إني جاعل في الأرض خليفة. والصحيح أن موضوع الاستخلاف في الأرض مرتبط بالكل وليس بفئة معينة، مرتبط كل الناس مستخلفين، ولكن هنالك خلافة عامة يكون فيها المسلم والكافر كلهم خلفاء في الأرض، وهنالك خلافة خاصة وهي خلافة المؤمنين الصالحين وفق هدايات الكتاب، لكن جميعا لا يستطيع أحد أن يخرج الآخر من هذه الأرض. يعني ستظل الأرض لهم جميعا، خيراتها لهم جميعا، يعمل على إسعادها جميعا، يحرصون على سلامة البيئة فيها أيضا جميعا. هذا من حيث حتى تصلح الأرض. فإذا افترضنا بأنه والله يا أخي هنالك مجموعة بشرية
مثل مثلا الحالة عندنا في ديارنا الآن عموما في إريتريا، هنالك تعدد كما تفضلت، تعدد ديني، تعدد قبلي، تعدد إثني، تعدد لساني. فهل هنالك فعلا صورة شرعية تجعلنا نحن يمكن أن نتعايش؟ نقول نعم، هنالك صور عديدة جدا تجعلنا يمكن أن نتعايش. إذا اعتبرنا أن هنالك حالة بين المسلمين أنفسهم، يمكن أن تجدهم مختلفين جغرافيا وجهويا، وممكن تجدهم مختلفين لسانا، إنه ألسنهم مختلفة، وممكن تجدهم مختلفين قبليا وعرقيا، ذلك مسلمين. الإسلام نظم هذه العلاقة بحيث جعل الله سبحانه وتعالى الرابط بين هؤلاء، إنما المؤمنون إخوة. تترتب على مسألة الأخوة مجموعة أحكام، قد لا تساعدنا الآن الحلقة في أنه والله نحن نفصل، لكن تترتب كونه قال لك هذا أخوك، أخوك تلزم منها النصرة، التأييد، المناصحة، الأخذ على يد الأخ، مساعدته، معاونته إلى غير ذلك، فهو أخوك. غير المسلم كما قال علي رضي الله عنه: الناس إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، ما في ثالث. يعني هذا الذي اختلف معك في الأخوة الدينية هو أخ لك في الإنسانية بطبيعة الحال، أو نظير لك كما قال في الإنسانية، فهو نظيرك حتى لو اختلف، يعني حتى لو اختلف فهو واحد من الاثنين، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الإنسانية. ففي كلا الحالتين فإن الشريعة نظمت العلاقات ما بين هذه المكونات. ونحن الآن على الأقل بما أننا تجمعنا دولة واحدة، والعالم كله الآن تقريبا تم تقسيمه وفق على كل اتفاقيات دولية معينة بغض النظر عن رؤية الناس فيها، لكن هي الآن هذا الواقع أن هنالك دول قيل لأهلها ولشعوبها أنكم والله هذه جغرافيتكم وهذه شعوب، وهذا الشعب هو وهذا أرضكم وهذه أرضكم. فكما تفضلت يعني أنا قلت بأنه والله واحد من اثنين: إما أمامك الحرب اللانهائية، وإما أمامك البحث عن مشتركات وسلام، وهذا هو الذي نقول به. يعني لا يمكن أن نقول بأن والله يا أخي تظل الحروب هي سيدة الموقف، وخاصة أن خيرات هذه البلاد يمكن التفاهم عليه. ما في نهاية المطاف أنت موجود على أرض واحدة لها فيها خيرات، وتريد أن تدير هذه الخيرات فيما بين الناس. فنحن نقول بأن الإسلام نظم هذه العلاقات في أنه متى ما وجدت طريقا للسلام، ومتى ما وجد طريقا للتعايش، ومتى ما وجد طريقا وإمكانية لأن لا يقع الناس في الحروب، فإن هذا هو الذي تحث عليه الشريعة. يعني كل أمر يمكن حله بغير الدماء وبغير الحروب فإن الإسلام يذهب أولا إلى هذا الاتجاه، يذهب إلى هذا الاتجاه. وبالتالي أول هذا أساس. النقطة الثانية وطنيا وإسلاميا يؤكد كذلك أو تؤكد الشريعة على مسألة وحدة الأصل الإنساني. هذه مسألة مهمة جدا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن هنا لاحظ، هنا ما في حديث عن الناحية الدينية، لكن في حديث عن الاختلاف والتنوع اللساني والتنوع القبلي والتنوع الشعوبي. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل الغاية من هذا التنوع أن يكون هنالك تعارف بين الناس. والتعارف ليس بمعناه البسيط أنه والله تعرفني وأعرفك، لا. إذا تعارفت الشعوب وتعارفت القبائل تنشأ بينهم المصاهرات، وتنشأ بينهم العمليات التجارية، وينشأ بينهم السلام إلى غير ذلك. لكن متى ما تنافرت القلوب واحترب الناس فإنه لا ينشأ تعارف، وحفظ حقوقهم حتى بطبيعة الحال. يعني متى ما أنت ذهبت في اتجاه التعارف معنى ذلك يجب أن تراعي الحقوق. فهنا نقول بأن والله نحن عندنا مستويات. المستوى الأول هو المؤمنين فيما بينهم، تجمعهم أواصر دينية، تجمعهم أواصر جوار، تجمعهم أواصر قربة، ويجمعهم كذلك الآصر الوطنية التي تجمعهم مع الآخرين. يمكن لغير المسلمين أيضا أن يلتقوا معك في الجوار، فهو جار لك حتى لو اختلف معك في الدين، فله حق الجوار. ويمكن أن يكون أيضا قريبك، وخاصة في إريتريا هذه موجودة عندنا. يعني بعض المجموعات فيها مسلمين وفيها غيرهم، فهو قريب وهو جار وهو شريك معك أيضا في الوطن. وبالتالي هو له معك مجموعة حقوق على الأقل لا تقل عن الحقوق الأخرى. وخاصة في إطار الدولة على الأقل الواحدة، القضايا الدينية ذات الخصوصية كثير من الناس يمارسها على الأقل كل على حدة وكل على طريق. بس دكتور، يعني إنه مثلا نحن كشعب إريتريين يعني نعيش مع بعض، الشعب يعيش مع بعض بعد ما الاستعمارات سايس بيكو، يعني إنه بلدكم هذا وهذا إريتريا والإثيوبيا، يعني هم سووا هذا. وبعد هذا يعني انه كأنه اوجدوا انفجارات يعني داخليا
حتى هذا الشعوب يعني ما تعيش مع بعضها، ما تتفق مع بعضها. وكيف يكون واحد يعترف بهذا بالدولة ونفس الوقت كمان يعني يخليك انه ما تعيش بالامان. أحسنت. يعني نحن علينا أن نتصور بأن الدولة القطرية والدولة الحديثة لما خرج المحتل لم يخرج بأن يتركك بسلام وتعيش بأمان، لا، دعنا نكون واضحين. كل المناطق التي خرج منها المحتل أوجد من الآليات وأوجد من الأدوات وأوجد من الطرق ما يؤدي به إلى التحكم والسيطرة على هذه الشعوب، التحكم على مواردها والتحكم على خيراتها والتحكم على سيادتها، ويستفيد في كل ذلك من التناقضات أيا كانت هذه التناقضات، تناقضات دينية، تناقضات عرقية، تناقضات قبلية. المهم هو يحاول أن يستثمر هذه الخلافات. لماذا؟ لأنه هو يريد أصلا أن يدير أزمات ولا يريد أن يحل أزماتك، ويريد مواردك بأرخص الأثمان، يريد خيراتك بأرخص. يعني العقل الاستعماري اختلفت طريقته في التعامل معك، بدل كان محتل بشكل مباشر هو يفكر أن يحتلك بطريقة غير مباشرة. فلو جئنا إلى هذا التاريخ على وجه التحديد ستلاحظ بأن الإيطاليين والبريطانيين والإثيوبيين كل هذه المجموعات حاولت أن تستثمر في التناقضات الداخلية الإريترية. وهنا حتى لا نظلم أي طرف من الأطراف، في فترة من الفترات ممكن المحتل يميل للمسلمين مثلا، يعني مثلا الفترة الإيطالية كان فيها نوع من الجنوح نحو المسلمين أكثر من المسيحيين، لأنه كانت عندهم مشكلة مع إثيوبيا في ذلك الوقت. جاءت بعد ذلك بريطانيا الوضع اختلف، جاءت إثيوبيا أيضا الوضع اختلف، الميول اختلفت. لكن كل ذلك هو في نهاية المطاف لا يعنيه ألف ولا باء، قدر ما تعنيه كيف يستطيع أن يتحكم في هذا الشعب من خلال هذا الصراع الداخلي الذي يجعله هو سيد الموقف وهو الحكم الذي يلجأ إليه الناس. فنحن على الأقل لو أدرك الشعب الإريتري حاليا، على الأقل لو أدرك الشعب الإريتري حاليا بأن هنالك من يستثمر في تناقضاته ويستثمر في خلافاته ويؤجج هذه الخلافات ويعمل على ديمومة هذه الخلافات، حتى النظام السياسي نفسه، يعني حتى السلطة القائمة من مصلحتها أن الشعب لا يتوحد، لا يمسك المسلمون مع غيره مثلا يشكلوا كتلة واحدة. هذه الكتلة الأساس فيها بناء دولة المواطنة ودولة العدالة ودولة الكرامة ودولة المساواة، بحيث هذا الوطن يجب أن نكون فيه جميعا. النظام السياسي المستبد لا يرضى ذلك. القوى الدولية التي تريد أيضا لهذه المناطق أن تعيش حالة من الاختلاف والاحتراب ليس من مصلحتها كذلك أن يتوحد الشعب. القوى الإقليمية التي تريد لإريتريا أيضا أن تخرج من دائرة على الأقل الدولة الناجحة وتريد أن تظهرها بأنها دولة فاشلة وأنها دولة لا تستطيع أن تحكم نفسها، وأنها حتى بعد الاستقلال لم تستطع أن توجد نوع من الوحدة الوطنية بين مكوناتها، إنما هي لا زالت بعد 30 سنة من الاستقلال لا زالت تعيش حالة الصراع الداخلي. هذا أيضا يمكن أن تستثمره قوة دولية وقوة إقليمية، ويمكن أيضا أن يستثمره النظام. وبالتالي نحن نقول بأن الشعب الإريتري مصلحته في أن يدرك بأن مصلحته في وحدته، مصلحته في أن يبحث عن المشتركات، مصلحته في أنه والله هذه الأرض خيراتها لا يمكن الاستفادة منها إلا بأن نكون نحن على الأقل قلب رجل واحد، أو حتى دعنا نقول على رؤية على الأقل واحدة لإدارة هذا البلد. وبأي شكل من الأشكال أي مكون من المكونات لو ظن بأنه بإمكانه أن ينفرد بالوطن الإريتري بعيدا عن بقية المكونات، يبقى هذا يفكر تفكير غير منطقي وغير سوي. وبطبيعة الحال هذا ربما يعني نتحدث عنه في موضوع المهددات، لكن دعنا أقول في البداية أن الأسس التي على الأقل نبني عليها فكرة التعايش هو أسس دينية، والأساس الديني فيه فكرة الاستخلاف، فكرة على الأقل التكريم الإنساني، لقد كرمنا بني آدم، فيه قضية السلام المجتمعي إذا كان في أساس له يجب أن لا تلجأ إلى الحرب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم إلى غير ذلك. ثم أيضا هنالك مجموعة من الأسس الاجتماعية والأسس كذلك السياسية التي تضبط أيضا العلاقة بين الناس. فمثلا الإسلام لم يحرم مثلا أن يكون المسلمون مع غيرهم في دولة واحدة، يكفي أن دولة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دولة تعددية طبيعة الحال، يعني فيها اليهود، فيها المنافقين، فيها بعض المشركين، فيها المسلمين، ولكن كان السلطان فيها على الأقل
الحاكم فيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الدولة التي نعتبرها بالنسبة لنا هي الدولة النموذج. أيوة. هذا ما أقول به، يعني حتى دولة عمر رضي الله عنه مع أنها في الكمال ينظر إليها المسلمون بأنها على الأقل كانت دولة صافية، لكن ستلاحظ أن دولة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، لأنها أدارت تنوع وأدارت تعدد وتعايشت مع آخرين. أيوة. فبدأ يعني حتى لا يقال بأنه والله دولتكم لا تقوم إلا إذا كانت الدولة صافية في إيه؟ صافية في وجهتها، لا بد تكون، لا، النبي أقام دولة فيها تعدد وأقر بهذا التعدد، أقر بالتعدد الاجتماعي. وثيقة المدينة تنص على هذا التعدد، أن قبيلة كذا وأن بني فلان وأن بني فلان وأن بني فلان، كلها فيها التعدد القبلي والإقرار به. أيوة. وفيها التعدد الديني. ثم في نهاية المطاف تنص الوثيقة وأن يهود بني عوف أمة مع المسلمين، وفي رواية أمة مع المؤمنين، وفي رواية أخرى أمة من المؤمنين. وهنا من المؤمنين ليسوا بالعقيدة، لكن هم منا بالاعتبار السياسي، لأن الله عز وجل يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني لو أن مسلم تولى غير المسلمين عده منهم. طيب، مفهوم المخالفة في الآية أن من يتولى المسلمين سياسيا ويعيش معهم وفي كنفهم سياسيا فهو منهم. لذلك الحديث قال وأن يهود بني عوف أمة من المؤمنين، للمؤمنين دينهم ولليهود دينهم. لاحظ، من جانب جعلهم كتلة واحدة أمة واحدة في إطار السياسي، ولكن في الجانب العقدي للمؤمنين دينهم ولليهود دينهم. ثم على الإطار الاجتماعي الإسلام مثلا لم يحجر على المسلمين أن يؤكل غير المسلمين وأن يساكنهم وأن يتاجر معهم وأن يداينهم، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا درعه كانت مرهونة لليهود عند وفاته عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. كل ذلك يدل على أن الإسلام أراد هذا التمازج الاجتماعي الذي يوجد نوع من السكينة والطمأنينة في إطار المجموعة الواحدة. تصور لو أنك قال لك والله تعايش مع غير المسلمين ولكن لا تؤكلهم ولا تشاربهم ولا تحاول أن تلتقي معهم في التجارة ولا تكون شريكا لهم في الأعمال التجارية والمدنية إلى غيره. لا، الإسلام أوجد لك هذه المساحة حتى تستطيع على الأقل أن تؤسس هذه. النقطة الثانية الأخيرة، هذا على المستوى الديني، وهذا فيه تفصيل طويل جدا حقيقة، لكن دعنا نكتفي الآن بهذا. على المستوى الوطني هنالك يعني مصلحة لنا جميعا في التعايش الوطني للاستفادة من خيرات هذا البلد. لنا مصلحة جميعا في الوحدة الوطنية لمواجهة المخاطر الخارجية. يعني الآن الشعب الإريتري هل لا تواجهه مخاطر؟ تواجهه مخاطر. إذا أنت ما دام مواجه بمخاطر ومواجهة بتحديات، لا بد أن تضع حساب لهذه التحديات وهذه المخاطر حتى تستطيع على الأقل أن تجعل من هذه الأرضية إن شاء الله. النقطة الثالثة في إطار الوطني، هنالك ما يمكن أن نسميه بالذاكرة الجماعية للشعب الإريتري. يعني الآن من فترة على الأقل نقول الإيطاليين والبريطانيين والإثيوبيين، هنالك على الأقل ذاكرة جماعية تشكلت للشعب الإريتري، شكلت ما يمكن أن نسميه نحن الآن الوجدان الجمعي الإريتري، وهو شعورهم بكونهم من إريتريا ومن هذه الأرض وينتسبون إليها. هذا الشعور الوجداني يشكل على الأقل الهوية الإريترية. إذا أنت عندك أسس لما يمكن أن نسميه بالهوية الإريترية، خاصة فترة 30 سنة وما بعدها الآن 30 أيضا ما بعد الاستقلال. كل هذه الفترة الشعب الإريتري يواجه مخاطره الخارجية باعتباره شعب واحد. طيب، ليش أنت بتواجه المخاطر الخارجية باعتبارك شعب واحد، وعندما تأتي إلى الكعكة كما يقال وإلى استفادة من خيرات البلاد يحاول أن ينفرد بها طرف من الأطراف؟ وهذه على كل يعني إشكالية كبيرة جدا فيما يتعلق أضف إلى ذلك المهددات كما ذكرت. هنالك كثير ممكن من نجي مهددات بعد. حتى الحل ممكن نجينا بعد. معي أستاذ عمر طه. تسمعني إن شاء الله أستاذ عمر؟ أستاذ عمر معي؟ نعم. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. الله يحييك. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ طه. أستاذ طه، سؤالي إنه كما سألت الدكتور، ما هي الأساس الشرعية التي يقوم عليها تعايش الوطني بين المكونات مختلفة كبلدنا حبيبة؟ يعني مثلا ما رأيك في حياك الله وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ونصلي ونسلم على أشرف الخلق أجمعين.
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في البداية طبعا أتقدم بالشكر الجزيل لشبكة السلام الإعلامية في الاستضافة، والشكر موصول كذلك للأخوة الإعلاميين والإداريين بقيادتكم يا شيخنا بارك الله فيك أستاذ برهان، وعن طريقكم طبعا أرحب بشيخي الجليل أبو البراء دكتور حسن سلمان. الحتة هذه طبعا تطرق عليها الدكتور بإيجاز كثير جدا، ولكن من مفهومي بشوف أنه الوحدة الوطنية في إطار التعايش ممكن أن يتحقق يعني بوسائل كثيرة جدا، من ضمنها زي ما أشار عليها الدكتور النظام السياسي. النظام السياسي وهنا أقصد بها الدولة، من خلالها تنظم المجتمع اللي هي مسؤولة منه. والتعايش السلمي بشكل شوية هنا يعتبر أحد المرتكزات المهمة جدا في تحقيق الوحدة الوطنية المجتمعية. وعشان كده بنلقى إنه مدخلات الحلقة هذه اللي بتجي بحقيقة مفادها إنه التعايش السياسي السلمي والوحدة الوطنية تربطهما علاقة وثيقة جدا جدا زي ما أشار عليها الدكتور، ودي يعني يؤدينا إلى تعايش سلمي من شأنه أن يعمل على صهر الانتماءات الرئيسية أو الفرعية في خانة واحدة، يكون الولاء الأول فيها بعد الله سبحانه وتعالى للوطن وليست للقبيلة أو العشيرة أو الجهوية إلى غير ذلك من المسميات. وده برضو بيساهم في تعزيز الوحدة الوطنية الجامعة بين جميع مكونات شعبنا الأريتري أو أي مجتمعات يعني أخرى بمختلف انتماءاتها الدينية والثقافية. والمفهوم دي احنا يعني بنتكلم فيه بيشيلنا الى اقدر اقول الى 4 مستويات عشان نحقق الوحده الوطنيه بين جميع مكونات شعبنا الاريتري. المستوى الاول فيه طبعا اشار الدكتور في الموضوع ده مستوى يعني سياسي، ونقصد به هنا الدوله بجميع مؤسساتها لابد ان تعمل في ارساء السلام وتوفير الامن المجتمعي، وتعمل كذلك على محاربة الصراعات والخلافات العقدية والقبلية والجهوية اللي بتظهر أحيانا في أوساط المجتمع اللي نحن بنعيش فيه. ومن ثم لابد أن تعمل على احتوائه من خلال فتح قنوات الاتصال تؤمن به يعني ضرورة الحياة والعيش المشترك. المستوى الثاني برضه مهم جدا يعني اللي هو المستوى الاقتصادي، والمستوى الاقتصادي ده هو عنصر مهم للغاية في خلق يعني حياة كريمة من خلال التبادل التجاري على مستوى الأفراد والجماعات وبما فيها كذلك الحكومة. فالاقتصاد هذا المبني على سياسات وخطط سليمة بيؤدي في النهاية إلى شنو؟ إلى تمازج واختلاط وتعاون مجتمعي بين مكونات شعبنا الأريتري، يكون نتائجه يعني التعايش على أساس السلام والعدالة الاجتماعية. فللأسف إنه المستوى الأول هذا اللي ذكرناه واللي هو السياسي والاقتصادي ده صراحة لا يتوفر في إريتريا أو غير متوفر، وبالتالي نجد شعبنا الأريتري بيعاني من التهجير القسري الممنهج من قبل عصابات اللي هي متحكمة في مقدرات البلاد والعباد. بشوف برضه ذكر فيها الحته هذه الدكتور حسن بارك الله فيه اللي هو المستوى الديني الثقافي الحضاري. عشان نحقق الحته دي برضه لابد ان يعني يلتقي اللي هو ان تلتقي اراده اهل الاديان المختلفه في العمل ده من اجل ان يسود الامن والسلام في ربوع الوطن
وعشان يعيش الإنسان دي في جو من الأخاء والتعاون على ما فيه الخير، الحتة دي برضه لابد من مجتمعنا الإريتري. في مجتمعنا الإريتري دي غير متوفرة، لأنه إرادة شيوخنا الأفاضل في المؤسسة الدينية الإسلامية والمسيحية غير متوفر في ظرفنا الراهن. صح. عشان يعني انه يلتقوا ويعملوا لنا سيمينار جامع بقصد الاتفاق على قواسم مشتركه بتخلي اللي هو اجواء التسامح والتعاون بين الجاليات الاريتريه المتواجده في دول المهجر وكذلك في داخل البلد. طيب استاذ عمر، المستوى استاذ عمر يعني خليك معي في الخط. يعني استاذه مريم معي، استاذه مريم دنكلاي، استاذه مريم معي؟ طيب دكتور حسن، استاذ عمر ذكر ان العلماء والمؤسسات الدينيه الاسلاميه والمسيحيه الان يعني هي اصلا ما قاعد تواصل يعني بينها، حتى ما طرحناه التعايش الوطني يحاور او يكون يعني او اقل شيء شعب الاريتري يعني ما تواصل بينه خارجيا ولا داخليا. ما هو دور العلماء؟ ما هو الدور كمسلمين نحن؟ ما هو دورنا؟ والله دعنا هنا ونقول بأن المسؤولية بالذات في موضوع الأديان هي مسؤولية مشتركة ما بين علماء الطرفين. مطلوب من المكون المسلم ومطلوب كذلك من الطرف الآخر من المسيحيين أن يكون هنالك نوع من البحث عن قواسم مشتركة على الأقل فيما يتعلق بهذا الوطن الذي في نهاية المطاف إذا سادت فيه المظالم، سادت فيه الاحتقانات، ساد فيه التوتر، ساد فيه شعور بعض الأطراف على الأقل داخل هذا الوطن بأنها والله مواطنتها ليست من الدرجة الواحدة، ليس هنالك مساواة في المواطنة. هذا الشعور في تقدير حتى لو كان وهما في علم الاجتماع والسياسة خطير. يعني لا يمكن امتصاصه إلا بأن الناس يجلسوا على مائدة واحدة ليتفاكروا فيما بينهم على أن كيف يمكن على الأقل والله هذا الأمر الموجود إذا كان والله وهم فليعالج، وإذا كان صحيح أيضا فليعالج، ولا بد في نهاية المطاف في الحالتين أن نبحث عن المعالجات. في تقديري الآن طبعا الأجواء في داخل البلد لا تهيئ لذلك أصلا، لا يسمح في تقدير النظام السياسي القائم لا يسمح بالتواصل بين أهل الأديان للبحث عن هذا النوع من المشتركات وعقد على الأقل سيمينارات وورش عمل ما بين أهل الأديان. في تقديري كان يمكن لو أن هذا الأمر أتيح مجتمعيا بعيدا عن السلطة السياسية، أنا أتوقع أن الحالة في إريتريا كان يمكن أن تتطور دينيا بشكل كبير، بأنه يمكن أهل الأديان أن يبحثوا عن ما يجمع على الأقل بينهم. وفي تقديري سبحان الله هذه المسألة الإسلام اعتنى بها، والإسلام هنا عندما أقول الرسالة على الأقل السماوية إن الدين عند الله الإسلام من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، أهل الرسالات هؤلاء جعل الله سبحانه وتعالى بينهم ما يسمى بالقيم المشتركة التي كانت تسمى في شريعة موسى وشريعة عيسى بالوصايا. هذه الوصايا لو تأملتها ستجد أنها عبارة عن قيم مشتركة من نوح عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل مرة تدخل علينا قيمة من القيم إلى أن تكاملت في سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وهو المسمى بالصراط، وهو المسمى بالحكمة، وهو المسمى بالفرقان كما هو معروف. هذه المشتركات يعني لاحظ فيها سبحان الله عدم الإشراك بالله، بر الوالدين، عدم قتل النفوس، عدم أكل أموال اليتامى ظلما، عدم النقض العهود والمواثيق، عدم الظلم في العدل في الأقوال والأفعال إلى غير. على هي تقريبا الوصايا العشرة هذه سبحان الله تكاد هي الأصل الذي تلتقي عليه المجتمعات الحرة الآن، التي تسعد الآن بكثير مما هي فيه: قضايا العدل، قضايا الحريات، قضايا عدم المظالم، ترك الفواحش، اللي هي البحث عن الفضيلة داخل المجتمعات. أهل الأديان في تقديري لا يختلفون في ذلك. فلو أنهم ذهبوا مثلا في اتجاه أنه والله يا أخي دعونا نعمل ميثاق، هذا الميثاق يتعلق بأهل الأديان في إريتريا، أنه كما حصلت مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول، يلتقي أطراف معينة أنه والله حلف الفضول كان طبيعته ألا يترك مظلوما في مكة إلا وينصر،
مجموعة قبائل التقت على أنه لا يظلم أحد في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميثاق قال: أدركت في الجاهلية حلف المطيبين، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبته. فكأنما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بأن إذا كان هنالك ما في أمرا فيه مصلحة للإنسانية وفيه مصلحة للسكان المشتركين مع بعض، على الأقل يرفع عنهم ظلما أو يرفع عنهم مرضا أو يرفع عنهم آفة، كما هي الآن مثلا حوادث الكورونا العالمية هذه. العالم كله لو اتفق على أنها تحارب، وين المشكلة؟ وبنفس الطريقة في إريتريا ألا يظلم على الأقل أي شخص داخل هذا الوطن بأي شكل من الأشكال. طيب دكتور، نعم، في العلم في داخل إريتريا ممكن ما يواصل كما معروف الآن، وبالتالي هل خارجي نعم خارجي في مؤسسات يعني دينية الآن نعم موجودة، هل تواصلت حتى الآن؟ للأسف الشديد التواصل ما بين هذه المؤسسات حتى الآن لم يأخذ شكلا مؤسسيا. لم يأخذ شكل مؤسسي، بحيث والله مثلا رابطة العلماء الآن مثلا موجودة بالنسبة لرابطة العلماء المسلمين في الخارج، وهنالك بعض أيضا الاتجاهات الدينية تعمل في الخارج وناشطة من غير أيضا من المسيحيين على وجه التحديد. للأسف الشديد يعني طيلة هذه الفترة التواجد أو التواصل فردي، أو أشبه ما يكون بحالات المظاهرات العامة، يظهر شيخ دين هنا ويظهر قسيس هناك، لكن هذه لا تعبر عن الشيء الذي نريده. في تقديري نحن محتاجين إلى انفتاح هذه المؤسسات على بعضها، أن تسمع هذه المؤسسات، أن يكون هنالك قواسم مشتركة. يعني الآن مثلا ماذا يضير الناس بأنه والله في داخل إريتريا مثلا تحارب الكورونا مثلا؟ ماذا يضير المسلمين وغير المسلمين في إريتريا؟ أن يحارب الفقر، أن تحارب المرض، أن يحارب الإيدز، يعني كثير من القضايا. أيضا بل أبعد من ذلك، أن نحارب ظاهرة الهروب الجماعي التي يتعرض لها جيل كامل الآن. كيف يمكن أن نفعل مثلا هذه القضية بحيث والله نحن المواطن في إريتريا يشعر بأن هذه المؤسسات الدينية تمارس دورا إيجابيا ويحترم هذه المؤسسات لأنها فعلا تخدم مثلا المواطن. لكن في تقدير إذا كل طرف من الأطراف حاول أن ينزوي بنفسه ويخاطب نفسه ويخاطب مجموعته ولا ينفتح على الطرف الآخر، أعتقد هذه واحدة من المشكلات. هل نقدر نقول دكتور يعني الآن المؤسسة الدينية في خاصة الخارجية هي مقسمة يعني؟ نعم. حتى ممكن ما نقدر نقول انه تمثل الشعب الاريتري كديني مثلا، رموز الديني. نعم. هل هذا يكون سبب مثلا؟ لانه مقسمة على فروقات، ما تقدر انه هي ما تمثل الشعب كمسيحيين او مثلا كمسلمين. هل يكون هذا سبب كما يعني؟ يقال مشوار الألف ميل يبدأ بالخطوة. يعني نحن لا ننتظر حتى والله تأتلف كل المجموعات ويحصل إجماع تكون واحد. لا، ليس بلازم. كل الأعمال الخيرة يبدأها فرد وفردين وثلاثة ومجموعة بسيطة، ثم يجد الناس بعد ذلك على الأقل يؤيدونها، يقفون معها، يساندونها. فأنا في تقديري على الأقل الحالة الدينية في إريتريا محتاجة أن تخطو بعض الخطوات، محتاجة أن تعمل بعض المنصات، بعض المنابر التي تلتقي عليها، ولو في الحد الأدنى، ولو في الحد الأدنى في البدايات. بل أبعد من ذلك ابتداء خلي على الأقل يكون والله تمد جسور الثقة فيما بينها، تتعارف مع بعضها البعض. لاحظنا كثيرا ما أحيانا تكون أنت بعيد من الشخص ولا تعرفه وتحكم عليه، ولكن إذا جلست معه واستمعت إليه تغير قناعاتك وتغير نظرتك. فنحن محتاجين هذه الجزر المتقطعة دينيا والمتقطعة سياسيا والمتقطعة اجتماعيا لن تشكل وطنا مستقر ولن تشكل وطنا آمنا. وهذا الوطن الإريتري الذي دفع فيه على الأقل الجميع في تقديري دفع تضحيات كبيرة جدا لشعبنا، ربما تكون معرضة الآن من بعض المتطرفين هنا وهناك. وربما تكون هذه الأصوات المتطرفة تشجع الأطراف الخارجية، وهي بطبيعة الحال أيضا محل إشكال. يعني لا نعتبر أن استقلال إريتريا خلاص يعني لا، كثير من الناس تشعر الآن بالخطر وتشعر بالمخاوف وتشعر بأن والله يمكن أن تندلع حروف في المنطقة وتجعل الخارطة كلها في المنطقة تتغير. ففي تقديري ما لم يتداعى الناس الآن ويشعروا على الأقل بأنهم جميعا هذا الوطن مستهدف وأنهم مهددين وأن يعني الأجيال المستقبلية قد لا نوفر لها وطنا آمنا، ما لم نفكر في تقدير بهذه الطريقة ستكون المخاوف أكبر بكثير. الله يسلمك دكتور عمر طه. أستاذ عمر طه معي؟ تسمعني أستاذ عمر؟ نعم. أستاذ عمر، أنت ذكرت بالنسبة للقبائل أو مكونات الشعب الإريتري يعني كمسلمين، وما هو الدور الشيوخ القبائل والعلماء
في تعايش الوطن يعني دورهم؟ والله طبعا الدور ده يتطرق عليه برضه شيخنا الفاضل الدكتور حسن. بيكمن هذا الدور هو طبعا إنه كل المؤسسات الدينيه اول حاجه لابد ان تنظم نفسها وتتواصل بالموضوع ده على الاقل في دول المهجر، ومن ثم يجدون قواسم مشتركه بيلتقوا فيها للتحرك ورسم خارطه جديده، انه يلتقوا بكل الجاليات الاريتريه هذه، بحيث يعني كل هالجاليات هذه يبث فيها روح الوحده الوطنيه والتعايش في اطار الوطن الواحد. وبالتالي المؤسسه هذه حقيقه عليها اعباء كثيره جدا، المفروض بكوادرها المنتشره في دول المهجر ما شاء الله عليه انه هناك كوادر وشيوخ ما شاء الله يعني لهم باع كبير جدا في العلوم الدينيه، وبالتالي هذه المجموعات المفروض تنظم نفسها حقيقه وتتحرك في الاتجاه هذا في اسرع وقت ممكن، لانه الوطن زي ما شايفين والمنطقه زي ما شايفين تستعيش حقيقه في صراع كل مره يتحول من سيء الى اسوء، وتظهر مجموعات متطرفه يعني خطيره جدا جدا وغريبه على مجتمعنا الاريتري. فبالتالي من هنا انا بقول انه شيوخنا الافاضل في كل الاتجاهات لابد بحكم انهم حاسين بالموضوع ده، وهناك ظروف صعبه جدا في عمليه التنقل وكذا، لكن على الاقل في اطار الفضاء الواسع للتواصل المفروض يتواصلوا في الاتجاه ده ويطلعوا لنا بخارطه تجمع الافكار الطيبه هذه في ان الناس حقيقه ينزرع فيها عمليه التعايش السلمي الوطني، بحيث الناس تعمل في اتجاه واحد. لانه الحته هذه اذا تحققت حقيقه، وعلماء الديانه هذه لهم دور كبير جدا في انه ممكن يحققوا الهدف ده، وبالتالي اذا تحقق الهدف ده يكون هناك سهوله كبيره جدا في ان الناس يعني ترفع شعار الوحده الوطنيه، لانه تعمل الناس مع بعضها البعض، وفي الاتجاه ده يسهل حقيقه الضغط على العصابات الحاكمه في اريتريا انه هي تزول، او كمان يشوفوا يعني حلول اخرى لكسر هذه المعاناه والتشرد والشتات الموجود في دول المهجر. فادعو من هنا من هالمنصه الاعلاميه هذه على الاقل يعني الجهات المعنيه من شيوخنا الافاضل من كل الاطراف انه يضعوا اعتبار لهذا الاتجاه ده ويتحركوا في الاتجاه ده، ويلتقوا حقيقه بكل الجاليات الاريتريه الموجوده في دول المهجر. ان تعثر الكلام ده في داخل اريتريا لابد شنو؟ انه يتحركوا في دول المهجر في الاتجاه ده، بحيث يعني يجمعوا هذا الشتات الموجود هذا وهذه الافكار المتطرفه اللي ظاهره هذا، محاربتها لا يمكن وعلاجها لا يمكن ان يتم الا من خلال هذه الحوارات والسيمينارات التفاكريه اللي تجمع بين المكونين المسلم والمسيحي في اريتريا. بارك الله فيك استاذ عمر. واعطيك اخر كلمه استاذ عمر. اخر كلمه بخصوص انه والله يعني هذه فرصه عظيمه انه تكون هذه المؤسسه الاعلاميه تبث مثل هذه البرامج اللي ممكن تساهم في وحده الشعب الاريتري المفكك والمنتشر في هالدول، في دول الشتات ودول المهجر. وبالتالي ادعو من هذه المنصه انه الناس تاخذ حقيقه موضوع الوحده الوطنيه والتعايش السلمي والتعايش الوطني في اريتريا يضعوه من اولوياتهم، من ان يكون هذا البلد هذا بالذات هو من البنود الاساسيه والركيزه الاساسيه اللي ممكن ننجمع فيها ونعمل فيها سويا بحيث نوصل الى اهداف منشوده تخلينا حقيقه نعود الى البلد سالمين غانمين، ومن ثم ترفرف على اريتريا المتحده الوطنيه في سماء اريتريا الحبيبه. بارك الله فيك استاذ. كان معنا استاذ عمر طه. بارك الله فيك باسمي وباسم الراديو. شكرا لك ان شاء الله.
طيب دكتور حسن، نحن نتكلم عن التعايش الوطني أو التعايش خاصة في إريتريا. العنوان هذا نفسه يعني أنه يطرح في بعض الجهات ممكن تكون مسيحية أو مسلمة يريدون أو يجدوا فرصة يشعلوا النار بين المسلمين والمسيحيين في هذا الزمان. نشوفه يعني خاصة خارج البلد. ما هو خطراته؟ على كل هي المشكلة إذا كان لم يكن هنالك حرص مشترك على إرادة التعايش، بطبيعة الحال لن يستقر المجتمع ولن تستقر على الأقل أي مجموعة ظنت نفسها بأنه والله هي خلاص بلغت منتهاها. ونحن نرى الآن تقريبا في عالمنا، العالم من حولنا، كيف أن الأنظمة الدكتاتورية، المجموعات الطائفية التي سيطرت على عدد من الدول وسيطرت بتعاون على الأقل خارجي، ولكن في نهاية المطاف حكمت فترة ثم انتهت المسألة إلى دمار شامل للبلدان وقتل النفوس وإزهاق، وفي النهاية هذه المجموعات فقدت على الأقل السلطة. فالشيء الذي نؤكده بأن مسألة التعايش الوطني ليست مسألة تمارس من طرف واحد، هي حالة مشتركة، إرادة مشتركة، رغبة مشتركة بين الأطراف المكونة لهذا الوطن، أنهم والله من مصلحة الجميع. لو نظرنا إليها حتى بالعقل المصلحي، نحن الآن نتكلم من زاوية دينية، من زاوية أخلاقية، من زاوية قيمية، لكن لو نظرنا إليها حتى من الزاوية المصلحية البحتة، فإنه ليس من مصلحة أي طرف من الأطراف بأن والله يكون هذا النوع من التشتت أو هذا النوع من التفرق، لأنه في نهاية المطاف الاستبداد والاحتلال يتساندان. يعني متى ما تشكلت حالة استبداد فإن من ورائه دوما حالة احتلال وحالة سيطرة خارجية وحالة هيمنة خارجية، وبالتالي لا بد لكل الأطراف والمكونات الموجودة في داخل الوطن أن تشعر بأن من مصلحتها الجماعية ومصلحتها المشتركة أن تنشئ دولة المواطنة التي يكون فيها الجميع سواء، ويتبادل الناس على الأقل هذا الشعور وينشئ هذه الثقافة وتنشر هذه الثقافة. ولكن لو فكرنا بمنطق الإقصاء ومنطق الإبعاد ومنطق إنه والله أنا والبقية كلهم خارج البلد وعدم الاعتراف المتبادل، لو نشأت على الأقل هذه الثقافة، وهذا اللي في هذه الإشكالية، يعني هذه الأمور نحن نراها الآن في الكثير من البلدان تنتهي غالبا بحالة من الحروب الدموية غالبا، يعني نهاية الدكتاتوريات. انت الآن لو نظرنا فقط القرن الأفريقي، في فترة من الفترات مثلا الصومال كان عايش حالة من نظام دكتاتوري قابض في فترة سياد بري. الصومال شعب مسلم ومجموعة كلهم يكاد يكونوا حتى شافعية، ولكن ومع ذلك الدكتاتورية أدت في نهاية المطاف إلى هذا الشعب المتجانس إلى أن يكون شعبا متمزق، وها هو الآن يمكن يكاد يكون مفرق في البلدان. الدكتاتورية لا رحم لها ولا صديق لها، حتى من ظن بأنه والله الدكتاتورية تخدمه في دينه أو تخدمه في شخصه أو تخدمه في قوميته فهو واهم. كل ذلك عبارة عن مكتسبات مؤقتة وإنجازات مؤقتة لفئة من الناس، ولكن في نهاية المطاف لن تدوم. العدل هو الذي تدوم به الدول، والإنصاف هو الذي تعيش به الشعوب فيما بينها، ودولة المواطنة والمشاركة السياسية المتساوية ودولة القانون التي يتوافر على الأقل العدل للجميع هي التي يمكن أن تستمر لفترة طويلة جدا بعيدا عن أي شكل من أشكال التوترات. وأنا في تقديري كلما كان الشعب الإريتري بعيدا عن التأثير الخارجي هو يستطيع أن يتعايش مع بعضه البعض ويستطيع على الأقل أن يستمر مع بعضه. لاحظنا ذلك في كل فترات على الأقل الفترة الوطنية، فترة الإريترية الوطنية، كل ما كان هنالك ابتعاد من التأثير يعني الخارجي يستطيع يتفاهم. كلما حاول مكون من المكونات أن يرتبط بجهة خارجية أو يتأثر بجهة خارجية تجد أن المسألة لا تستقيم. هذه في كل التجربة الوطنية تقريبا هذا. حتى الذين مثلا كانوا في فترة الثورة الإريترية تنظيمات لها ارتباطات هنا أو هناك، تلاحظ بأن ديمومتها واستمرارها لن يكون ما دام أنها أصلا متأثرة بشيء خارجي. نحن نقول بأن إريتريا المعروفة هذه قديمة في الإسلام وقديمة في النصرانية، يعني لا أحد تقريبا يستطيع أن ينفي الآخر، ومن مصلحة هذه الأطراف كلها أيضا أن تتعايش. أيضا في جزئية القبائل وجزئية المشايخ والإدارات الأهلية، في تقدير هؤلاء أيضا يمكن أن يلعبوا دورا كبيرا اجتماعيا
إذا تكلمنا عن الدور الديني للعلماء وللمشايخ وللقساوسة وغيرهم، إذا تكلمنا عن هؤلاء في البعد الديني والبعد على الأقل القيمي، في أنه الله يربط الناس، يؤسس الأرضيات على الأقل التي تجمع الناس، فإن هذا الجانب لا يمكن أن يتنزل إلا عبر جهات أيضا اجتماعية لها وزنها الاجتماعي في القبائل، لها وزنها الاجتماعي في الأقاليم، لها وزنها الاجتماعي في المدن، حتى تستطيع على الأقل أن تنزل هذا الوضع. نحن الآن ندرك تماما بأن هنالك تجريف على الأقل حصل للدولة الإريترية في بنيتها السياسية وفي بنيتها الأهلية. يعني ليس هنالك الآن أحزاب سياسية فاعلة يمكن أن تلتف حولها القوى السياسية داخل البلد يعني، وليس هنالك أيضا إدارات أهلية أو مجتمع أهلي متماسك تستطيع أيضا أن تقول والله هذا المجتمع الأهلي هو الذي يمكن أيضا وليس هنالك أيضا نقابات ونظام المجتمع المدني الذي يخرج الناس حتى من دوائر القبائل إلى دوائر النقابات أيضا. فالشيء الموجود الآن هو عبارة في نهاية المطاف تجريف الحياة العامة للمجتمع، هي تجريف الحياة السياسية للمجتمع والحياة المدنية للمجتمع، هو تجريف للدولة نفسها. بعد فترة الدولة لا تستطيع أن تستمر، ويمكن بسهولة جدا أن تنهار وتذهب في اتجاه الدولة الفاشلة. فنحن حقيقة محتاجين إلى أن تتضافر كل هذه الجهات، تتضافر الجهات الدينية، تتضافر المؤسسات الاجتماعية والأهلية، تتضافر أيضا القيادات السياسية، حتى تصل أيضا إلى رؤى مشتركة وعمل مشترك يستطيع إن شاء الله يخرج بالناس من هذه المراحل الخطرة التي على الأقل نمر بها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل في تقدير إريتريا على الأقل محطة جديدة للاستنزاف البشري وللحروب مرة أخرى. بارك الله فيك دكتور. أستاذ مريم معنا، أستاذ مريم دنكلاي، تسمعين إن شاء الله؟ ايوه. هلو. الو. تسمعين إن شاء الله. بارك الله فيك، الحمد لله على السلامة أستاذ مريم. فعلا في خلاصة أنت جئتي في الآخر تقريبا يعني، وإن شاء الله تعطينا ما هي التعايش الوطني نحن كمسلمين يعني في بلدنا الحبيبة، وما هي أساس شرعية التي تقوم عليه التعايش الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقريبا الصوت ما كان واضح، لكن حسب محاور النقاش أتوقع أنه أتكلم عن من الناحية الشرعية في التعايش. أيوة. بالنسبة للتعايش من طرقنا نحن من تعالى، يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبناء نظام العلاقات الاجتماعية تحدث بالتعارف ما بين الناس عامة، ما بين الشعوب والقبائل خاصة، لأن عادة الناس يعني تتعارف على ما يشاكلها وتتآلف معه وتتعاون معه، كما يحدث في مملكة الحيوان. كل مجموعة تشكل الخلية حسب أجناسها وتحمي نفسها وتؤسس لشروط معاشها. هذه غريزة أن يتعارف المتماثلون ويتناكر المتخالفون. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وممكن نقسم التعارف والتآلف على مستويات كما ذكر الشيخ حسن جزاه الله خيرا. فصل. عفوا. أنا لا. أي تفضلي. أستاذة مريم تفضلي. كنت تسمعونني؟ أنا أيوة. لا أسمع. تفضلي نسمعك. عندنا علم قرآن وتجويد، فأنا أقسم العلاقة مع الناس مستويات، كمستويات الحروف حين تتجاور: التماثل والتجانس والتقارب والتباعد. التماثل ممكن نطبقها على أخوة الإيمان، لأنه فيها وحدة الفكر، فيها وحدة الاعتقاد والاستقامة والالتزام والهموم والأحلام والآمال
فهذه الرابطة التي هي رابطة يعني أقوى من أي رابطة أخرى، يعني أخوة الدين هذه أقوى رابطة. إيه. أيوة. أنا أسمع أيوة صوتك أيوة، لازم. مسمع تفضلي استمري، مسموع إن شاء الله. آه، إن شاء الله باختصار الدرجة يعني. الثانية من التعايش اللي هو أيوة. التجانس، أن يكون هناك أخوة الإسلام العامة مهم. أو تكون هناك الوطنية، يعني الأخ من أي مكان في العالم بيننا وبينه مشتركات كإقامة الأركان الخمسة وإقامة أركان الإيمان الستة. فهذه أخوة عامة نتعايش بأخوة الإسلام العامة والحقوق العامة. أو الوطنية أيضا تعتبر أخوة عامة كما ذكر القرآن: أخا عاد أخا هود الأنبياء إلى قومهم. هذه أخوة عامة، تعايش الأنبياء مع قومهم وإن خالفوهم وإن استمروا في دعوتهم. فالوطن يعني بمختلف يعني تنوعه واختلافه في الدين، فبينهم أخوة عامة لأنه بينهم مشتركات كثيرة، وبينهم العادات والتقاليد والفنون والثقافة والآداب والتاريخ والذكريات التي تكون ما بين المواطنين في الوطن الواحد قد لا يعرفها المسلم الذي يكون في أقصى البلاد، الذي يكون يعني تجمعني بالمسلم ذاكرة تاريخ الأمة الإسلامية، لكن تجمعني بوطني ذاكرة الوطن. هذا لا يعرف طيب. تفاصيل مكونات وطني لا يستطيع أن يعرفها أي مسلم خارج وطني. بارك الله فيك عن تاريخي، أستاذة عن مريم. مكونات إيه. شعبي وكذا، لا يستطيع أن يكون مثل المواطن الذي يعني شارك آباؤه وأجداده بصناعة تاريخ هذا الوطن. بارك الله الشعب فيك له أستاذة مريم. تسمعيني إن شاء الله؟ تسمعيني؟ ما يسألنا إلا أي. الفكرة هلو، مع غير تسمعيني أستاذة المسلم مريم؟ علاقة التقارب. أي. أستاذة مريم إن شاء الله بارك الله فيك. في ما عندنا وقت إلا أن نشكرك يعني، وانتظرناك حتى تعطينا أكثر من هذا، بس كان التأخر في اتصالات يعني. ودكتور حسن، الزمن خلص يعني، ما هو رسالتك في تعايش الوطني للشعب الإريتري خاصة؟ والله أنا الذي أقوله للشعب الإريتري أنه هذا أول شعب عظيم، وشعب صامد وصابر، وتحمل كثير من التحديات بشكل مشتركة، استطاع أن تجتازه كثير من قوى الاستعمار وتجاوزها وانتصر عليها. وحرب ال30 سنة مع الأثيوبيين شكلت وجدان جمعي، وشكلت ذاكرة تاريخية، وشكلت ثقافة عامة، شكلت على الأقل الوجدان الإريتري خلال 30 سنة وما بعده أيضا حتى حرب 98 و2000. في تقديري شكلت على الأقل ما يمكن أن أسميه الآن بمسألة المخاطر المشتركة والتحديات المشتركة والمصير المشترك. هذا المكتسب الذي تحقق علينا أن لا نضيعه بالظلم الجماعي الذي تمارسه على الأقل السلطة على الناس، أن لا نمارسه بالإقصاء المتبادل، أن لا نمارسه بالنكران لبعضنا البعض، أن لا يكون هنالك نوع من التطاول أيا كان. هذا التطاول بطبيعة الحال من هنا وهناك يولد أيضا نوع من النفرة عن بعضنا البعض. وبالتالي ما ننصح به هو أن لا حل للشعب الإريتري إذا أراد في تقدير الاستقرار وأراد التنمية وأراد النهضة، لا بد من أن يتوافق على مفاهيم مشتركة وأن يتعايش فيما بينهم. عموما أنا هنا طبعا يعني من باب التنبيه، هنالك على كل بحثين تقريبا موجودات إن شاء الله منشورة باسمي بالذات في المواقع الاجتماعية، جزء منها بالعربي وجزء منها مترجم باللغة التقنية، اللي هو الإسلام والتعايش، تقريبا في رسالة في هذا الاتجاه، ما هي رؤيتنا على الأقل كمسلمين فيما يتعلق بالتعايش، مبثوثة إن شاء الله باسم الإسلام والتعايش حسن سلمان، ودي فيها ترجمة باللغة التقنية. البحث الثاني هو التعايش الوطني وإشكالية الدين والدولة،
هذا أيضا حاولنا أن نجيب فيه على الأقل في عما الفيسبوك يتعلق. موجودة يعني. موجود كله في على الصفحات يطلع النت، عليها الناس. فيمكن إن شاء الله إذا أراد الناس مزيد من البحوث إن شاء الله يمكن الاطلاع على ذلك. شكرا بارك الله فيك. معي الدكتور حسن سلمان من الاستوديو، وكان معنا عبر الاتصالات أستاذ عمر طه وأستاذة مريم دنكلي. شكرا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ونختم بهذا مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها أحبتي، يا ليل يا جنة عشت بها طفولتي. يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي. يا جنة عشت بها طفولتي. يا عليك يا أنت يا ضحية الحروب، يا أنت إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. إريتريا